احتمالية إن إسرائيل تدخل معاك في حرب هي احتمالية معدومة. طبعا عايز تعرف ليه؟ في الأول لازم تعرف المعلومة دي. هي الدولة إزاي بتتعرف إنها نجحت في الحرب اللي هي داخلها؟ أي دولة لما بتدخل حرب بيكون في معايير معينة تقول إن الدولة دي نجحت في الحرب اللي هي داخلها. أول معيار إن أنت إزاي تنشر قواتك على الأرض. هل أنت محتل الأرض فعلا؟ وعلى فكرة في فرق بين الاحتلال وبين السيطرة، لأن أنا ممكن أكون محتل الأرض بس مش مسيطر عليها، زي اللي بيحصل دلوقتي في فلسطين. في غزة احتلال محتل الأرض لكن مش مسيطر عليها، بالتالي هو مش ناشر القوات بتاعته لأن هو مش عارف ينشرها بشكل كويس. أنا أقول لكم بقى هو ليه إسرائيل ما ينفعش تدخل معانا في حرب. مجرد ما إسرائيل تدخل معانا في حرب ده معناه إن الجيش بتاعها كله هيتسحب من قطاع غزة علشان يغطي الحدود المصرية اللي هو فتحها. وطبعا بمجرد ما يسحب الجيش من قطاع غزة إيه اللي هيحصل؟ المقاومة هتطلع من الأنفاق تنفخه. الجيش الاسرائيلي متحاصر ما بين القوات المصريه وما بين قوات المقاومه اللي في غزه، وساعتها طبعا هيبقى مش عارف الضرب ده جاي له منين، غير طبعا ان حزب الله في الشمال ما هتصدق علشان تشبع تل ابيب صواريخ. بقى عامل زي كده فيلم طير انت لما قال له 1000 ملي طار في البلد يا كبير. عشان كده اسرائيل مش هتجازف وتدخل الحرب دي تحت اي ظرف.